بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي ومتابعي مصريون تي في، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم مصريون تي في. مصريون تي في تهنئ الإخوة المسيحيين والشعب المصري بالعام الجديد 2023، وتتمنى للشعب المصري سنة جديدة سعيدة إن شاء الله. بداية النهارده كلها أخبار رياضية. أولا بحب إن أقول لنجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي اكرم توفيق، الف سلام عليك، ودعواتنا كلنا كمصريين بالشفاء العاجل والعوده السريعه الى ارض الملعب. تاني حاجه، النهارده في اقوال كتير تجربت ان كهربا اتعاد ايقافه تاني لمده 6 شهور، ولكن القرار غير مؤكد، وده نتيجه تواصلنا مع احد المسؤولين بالنادي الاهلي وبالاتحاد المصري لكرة القدم، واللي أكدوا إن مفيش جواب رسمي وصل للاتحاد أو للنادي الأهلي بيفيد تجديد إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لمدة جديدة 6 شهور، وأصبح الخبر ما زال غامض. هنتكلم النهارده يا جماعة تاني عن نادي الترسانة. لإمتى قلعة الشواكيش هتفضل في الظلم البين التحكيمي، ولمصلحة من الظلم الواقع على نادي الترسانة الرياضي؟ نادي الشواكيش النادي العريق، وأتمنى من مجلس الإدارة والإدارة الأعصاب من مجلس الإدارة والإدارة وعدم الانفلات. نتكلم في نقطة مهمة جدا تهم كل المصريين وتهم مصر كلها، على واحد من أكبر الأندية المصرية والإفريقية في مصر، نادي الزمالك. نادي الزمالك يا جماعة لازم السادة المسؤولين يتدخلوا لحل الأزمة المالية وحجز الأرصدة على البنوك، لأن دي مش مصلحة نادي الزمالك بس، ده مصلحة مصر. إن إحنا يا جماعة إحنا بنمثل أفريقيا، الأهلي والزمالك بيمثلوا أفريقيا، أهلي وزمالك أكبر فرقتين في أفريقيا، فلازم السادة المسؤولين يوفقوا ما بين البنوك ويوفقوا ما بين السيد المستشار مرتضى منصور والمستشار ممدوح عباس لتوفيق الأوضاع بنادي الزمالك واستفادة للكرة المصرية. وإن شاء الله إن شاء الله أزمة الزمالك هتتحل، وإن شاء الله هنرجع رياضة مصرية بدون خلافات. يا جماعة موضوع الرياضة المصرية أصبح كله خلافات ما بين الأندية وما بين الرئيس السابق والرئيس الحالي. أتمنى كل المشاكل دي تتحل، وده كله لمصلحة مصر، وعلى السادة المسؤولين القيام بدورهم العملي. شكرا ليكم وما أطلتش عليكم، وكل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة 2023.